السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في مطبخ داليا. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض الكوكيز. طبعا احنا لسه مكملين وصفات المدرسة، بما ان احنا لسه مكملين وصفات المدارس هنعمل بقى مع بعض الكوكيز. هنعمل فانيليا وشوكولاتة، وقد ايه يا جماعة مقاديره سهلة، وقد ايه طبعا الكبار والصغار بيحبوه. شايفين شكله عامل ازاي؟ وهنعمل كمان كمية حلوة جدا من كوبايتين دقيق. شايفين عامل ازاي؟ وقبل ما ندخل على الطريقة، يا ريت تعملي لي لايك واشتراك في القناة، ويلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف معانا ايه. اول حاجة عندي هنا نص كوباية سمنة بدرجة حرارة المطبخ، وطبعا لو عندك زبدة ممكن تستخدمي زبدة براحتك خالص، بس احنا النهاردة هنعمله بسمنة. يبقى نزلت الاول بنص كوباية سمنة. عندي كمان نص كوباية سكر بودرة، والسكر البودرة ده كان عندي وانا اللي طحناه في البيت. يعني لو انت ما عندكش سكر بودرة هتاخدي شوية كده وتطحنوه في المطحنة. هقلب بقى السكر مع السمنة كويس بالشكل ده كده يا جماعة، لحد ما السكر بتاعنا يدوب خالص والقوام بتاعنا كده يبقى كريمي زي اللي هنشوفه مع بعض دلوقتي. قلبته بقى كويس بالشكل ده كده. شايفين كل ما بتقلبي طبعا كل ما القوام بتاعه بيبقى كريمي. بعد كده عندي كمان بيضة بدرجة حرارة المطبخ، وعندي كمان فانيليا. هقلب برضو البيضة والفانيليا مع المكونات بتاعتنا يا جماعة بالشكل ده كده. بعد كده بقى عندي هنا كوبايتين من الدقيق. هتنزلي كده شوية بشوية وهتخلطي، وهحط كمان رشة الملح. حطينا بقى رشة الملح، وهحط كمان نص معلقة صغيرة من البيكربونات، ولو ما عندكيش بيكربونات ممكن تحطي من البيكنج باودر. هخلط كده الدقيق الاول بالمعلقة بالشكل ده كده يا جماعة، وبعد كده بقى هنزل برضو بقية كمية الدقيق اللي عندي. هنزل بقى كمية الدقيق، وبعد كده بقى هلم بس كده الاول بالمعلقة، وبعد كده بقى هبدأ الم المكونات كلها بايديا. طبعا احنا مش هنعجن ولا اي حاجة، يدوبك كده تلمي بايديكي بالشكل ده كده يا جماعة. اهو كده تمام. بتلم كده باطراف صوابعك بالشكل ده لحد كده ما كل المقادير تخش مع بعض كده، وكده خلاص اختلط معانا. وطبعا لو لقيتيه لسه مفرول معاكي هتحتاجي مثلا ممكن تحطي له بس معلقة من الحليب اللي هو اللبن بالشكل ده كده يا جماعة. اهو كده خلاص، واختبرته كده بايديا. علشان تختبري الكويكوز لازم بايديكي النظيفه تمسكي كده حته من العجينه وتمسكيها، هتلاقيها مش بتلزق في ايديكي. قسمت كده الخليط بالشكل ده كده يا جماعه، علشان هعمل نص فانيليا ونص هيبقى ابيض. جيت كده على النص اللي هحط عليه شوكولاته، احط له معلقتين من الكاكاو الخام. وطبعا لازم ننخل الكاكاو الخام كويس عشان بيبقى فيه تكتلات. نخلت كده معلقتين من الكاكاو، ومعايا كمان معلقه واحده كده من اللبن. ولو ما عندكيش لبن مفيش اي مشكله، ممكن تبقى معلقه ميه. هخلط بقى كله كده مع بعضه بالشكل ده كده يا جماعه لحد ما الم العجينه كده بالكاكاو اللي حطيناه. وطبعا بعد كده برضو هعجنها بايديا علشان اتحكم فيها كويس. كده خلاص عملتها بايديا يا جماعه ولميتها كده، وكده بيكون القوام بتاع الكوكيز. بعد كده بقى جبت هنا الصينيه بتاعتي ومعايا كمان شوكولاته شيبس. هبدا بقى يا جماعه اخد كده حته صغيره من العجينه البيضه الاول، وبعد كده بكورها كده، وبعد كده بحطها كده في الشوكولاته الشيبس. وبعد كده عند الصينيه مش مدهونه اي ماده دهنيه هرص بقى فيها وحدات الكوكيز بتاعتنا. شايفين بقى الطريقه سهله وبسيطه ازاي؟ بس طبعا الولاد كلهم بيحبوه. وطبعا لو بتشتريه بقى من الفرن يعني سعره وصل يعني بقى غالي جدا. لكن انت بقى لما تعملي كل حاجه في البيت، يعني طبعا هي برضو مش بتبقى رخيصه، بس بتبقى رخيصه كتير عن اللي بتشتريها من بره.
وطبعا بقى حاجه كده انت يعني حاجه نظيفه انت اللي عاملاها في البيت بقى، متاكده بقى من الحاجات اللي الخامات اللي انت عاملاها، يعني بجد حاجه جميله جدا جدا. وهعمل كمان واحدتين معاكم كده بالشوكولاته علشان تشوفوهم برضو معايا. شايفين اخدت برضو قطعه كده صغيره من العجينه بتاعه الشوكولاته، وبعد كده بحطها في الشوكولاته الشيبس وبحطها كده في الصينيه. طبعا بقى هخلص الكميه كلها بنفس الطريقه. اللهم بارك، عملنا كميه حلوه جدا يا جماعه. شايفين شكله عامل ازاي؟ وطبعا بقى في الوقت ده بكون مشغله الفرن، بيدخل على درجه حراره، بشغل بس من تحت، يعني بيدخل على درجه حراره حوالي 180. قعد حوالي بس 10 دقايق في الفرن. واول ما بيخرج من الفرن كده يا دوبك بس، يعني يا دوبك بيبرد حاجه بسيطه، بتهز كده وحدات الكوكيز علشان ما يلزقش في الصينيه. شايفين شكله؟ اللهم بارك، حلو جدا جدا. جربيه بقى ان شاء الله هيعجب الولاد جدا. وكمان بيبقى حلو جدا في اللانش بوكس بقى وهم رايحين المدرسه. وطبعا لو وصلت بقى لحد هنا يا ريت تعملي لي لايك واشتراك في القناه. اشوفكم على خير يا رب الفيديو اللي جاي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.